اهلا بيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده هقدم لكم فكره من افكار المشاريع اللي انا بقدمها لكم. بصوا، فكره حلوه وسهله التسويق برضو للناس اللي بتخاف من التسويق. سهله التسويق جدا. بصوا يا جماعه، معانا البوكات دي. شايفين البوكات دي؟ طلع لكم كده واحد. بصوا، شايفين البوك عامل ازاي؟ بوك ونظام ميدالية، يعني ممكن تحطوا البوك ده كده في المفاتيح بتاعتك مثلا. وانت بقى رايحه السوق، وانت رايحه اي مكان، تحطي بقى فيه فلوس، تحطي فيه ورق، اي حاجه يعني انت عايزه تحطيها بتحطيها فيه. آه الفكره ان هي البوكات دي عجبتني جدا، ان هي شكلها حلو قوي، طالعه جديده يا جماعه. بصوا، مش هصدقوا سعرها يعني. بصوا الاشكال، شكله حلو جدا، شكله حلو قوي. حاول افتح لكم كده واحد. بصوا بقى من جوه اهو، وعشان بس فيه ورق اهو كبير يعني يا جماعه، مش صغير، بس انا شايلكوا الورق ده منه زي ما انتم متعودين مني. معلش احنا في المحل، وعشان كده اعذروني بقى لو في صوت في الشارع. بصوا يا بنات، واسع جدا من جوه وتقيل على فكره، خامته حلوه، شكله جميل جدا. تحطيه كده، تعلقيه كده في المفاتيح بتاعتك كده، في اي حته بقى تروحيها يكون كده معاكي كده. حلو جدا جدا بالنسبه للناس اللي ممكن تحط فضيات، فلوس فضه بتاع اي حاجه كده وانت في السوق. باقي فلوس معاكي فضه بتاع، ممكن تحطيها في البوك ايه ده. بصوا الاشكال بتاعته حلوه قوي اهو، شايفين اشكاله حلوه جدا. طيب بكام بقى البوك ده؟ البوك ده ب10 جنيه بس. البوك ده ب10 جنيه بس. جايباهم منين؟ جايباهم انا من العتبة، من حارة اليهود. جايباهم من العتبة من حارة اليهود. سعره 10 جنيه بس. عايزه اقول لكم والله خامته حلوه قوي، مش خفيف يعني ولا تقطع ولا حاجه، خامته جميله تمام، واشكاله حلوه قوي. عجبني الشكل بتاعه، حاجه جديده كده، اشكال كده جديده طالعه تمام. طيب هنتكلم على التسويق بس بعد ما اقول لكم على حاجه التانية برضو اللي معانا ممكن تسوق برضو بمنتهى السهوله، وهي التوك دي. بصوا التوك دي برضو ب10 جنيه الواحده اهي. في بقى منها كل الالوانات، انا عندي كميه منها، بس انا بوريكم عينات كده للحاجات ايه اللي ممكن تعملوها فكره للمشروع. اهي بصوا التوك عامله ازاي، حلوه قوي، شكلها تحفه. في بقى منها كل الالوان زي ما بقول لكم، سواء من دي او من دي. دي برضو ب10 جنيه. جايبينهم برضو من العتبة من حارة اليهود يا جماعة. اللي عايز ينزل يشتري حاجات زي دي وينزل يسوقها، هتتباع معاكم بمنتهى السهولة، خصوصا لما تكون حاجة كده شكلها حلو ورخيصة، هتتباع معاكم بمنتهى السهولة. طب هنبيعها فين؟ هتبيعوها في أي مكتبات جنبك. المكتبات بتاخد الحاجات دي بمنتهى السهولة يا جماعة تمام. و ممكن ياخدوا منكم كمية تمام. طيب دلوقتي انا البوك ده واقف عليا ب10 جنيه تمام. ممكن تبيعوه بكام مثلا؟ هنقول لكم دلوقتي هتبيعوه بكام. لو هتسوقوا منه كميه هتبيعوه مثلا 13 جنيه لو كميه تمام، عشان احنا بنبيع مثلا بالجمله. لكن لو هتبيعيه قطاعي بيعيه ب15 جنيه، ب17 جنيه، انا ببيعه ب15 جنيه تمام. التوكه دي، التوكه دي يا جماعه زي ما قلت لكم ب10 جنيه، بنبيعها ب12 جنيه مثلا. اشكالها حلوه قوي. الحاجات دي على فكره بره غاليه، لكن انتوا لو هتبيعوا جمله زي ما قلت لكم، هتبيعوا كميات، حطوا نسبه بسيطه يا جماعه، علشان الناس اللي بتاخد جمله برضو تعرف ايه تسترزق ويطلع لها برضو مكسب ليها. دي فكره مشروع حلو قوي، حبيت اعرفها لكم وقلت لكم انا جايبه الحاجات دي. طبعا الحاجات دي مليان يعني موجوده في كل حته،
بس انا بقول لكم على المكان اللي انا جبت منه. جبت من العتبه، من حاره اليهود هناك. في حاجات حلوه قوي واسعارها جميله جدا على فكره للناس اللي عايزه تعمل مشاريع. يلا بقى ابتدوا، وانا قدمت لكم اكتر من فكره، وان شاء الله في افكار تانية كتير. واللي بيشوفنا لاول مره يشترك معانا علشان يستفيد ان شاء الله من فيديوهاتنا وافكارنا اللي احنا بننزلها على القناه. وما تنسوش بقى لايكاتكم وكومنتاتكم اللي انا بحبها كل يوم مع رشا العربي. باي باي.